اللي بيعمله احمد شحته عايز يخلي الاتهام بدل ما هو رايح يسرق ان ده راجل بيتاجر في عمله، ده راجل بيتاجر في اعضاء. بيدوروا على احمد اللي هو صاحب اسامه، بيدور عليه عشان البدله، وراحوا المعهد وبيسالوا عليه. اللي ما اهتمش بالموضوع الصاحب الرئيسي اللي الدكاتره بيقولوا احنا يعني احمد دعبس قال ايه؟ انا ذهلت ان احمد شحته واحنا بنسال يا جماعه ده هو بيقولوا ان بيتاجر في عمله والامن الوطني قبض عليه. مبدئيا كده لما قضيه زي قضيه الدكتور اسامه صبور رحمه الله عليه اللي راح نتيجه الغدر والخيانه من اقرب الناس ليه، تطلع لنا ناس تشكك في تحقيقات النيابه وناس تانية تشكك في تقرير الطب الشرعي. لا مش بس كده، ده احنا كمان سمعنا اخبار مروجه على مواقع التواصل الاجتماعي ان هم بيدعوا ان جثمان اسامه صبور بدلوه، ولما تيجي تسالهم وتقول لهم انتوا هدفكم ايه من كل اللي انتوا بتعملوه ده، يردوا عليك ويقولوا لك علشان خاطر الحقيقه تبان والحقيقه تظهر. بس السؤال المهم هنا، حقيقه ايه اللي تبان بالظبط؟ عشان احنا مش فاهمين. في عندنا اعترافات كامله وتمثيل المشهد الاجرامي اللي حصل مع الدكتور اسامه من الثلاث متهمين، والثلاثه اعترفوا على بعض. المتهمين الثلاثه كل متهم تم استجوابه امام النيابه العامه مرتين، مره اقروا فيها واعترفوا اعتراف تفصيليه بارتكابهم للجريمه وباتفاقهم الجنائي المسبق وتنفيذهم لهذه الجريمه بينهم هم الثلاثه. ثم بعد ذلك السيد المستشار المحامي العام وجه الساده المحققين في اعاده استجواب المتهمين مره اخرى علشان خاطر يتاكد اذا كانوا هيصمموا على ذات الاعتراف الاول ام سيتم العدول عن هذا الاعتراف، واكدوا على اعترافاتهم التفصيليه بتحقيقات النيابه العامه. طب بعد ما نشكك في بعض الناس ونقول ان في طرف رابع في القضيه، ونطلع نتكلم عن الدكتور رائد ونقول ان هو متهم رئيسي او هو اللي كان بيساعد الجناه في القضيه، اللي اصلا النيابه العامه الموقره بجلاله قدرها ما القتش عليه اللوم ولا الاتهام في اي حاجه، وان اصلا لو النيابه العامه الموقره كان عندها ادنى شك ان الدكتور رائد او غيره متهم في القضيه اكيد دلوقتي هيكون قيد التحقيقات. طب تاخدوا بقى المفاجاه، بيقال ان المتهمين حاليا بيوصل لهم تعليمات ان هم يعترفوا ويتكلموا قدام القاضي ويقولوا ان في حد تاني او في طرف رابع في الموضوع هو اللي قال لهم يعملوا كده. بس الهدف من ده كله ايه؟ الهدف هو اعاده الاجراءات او نفتح باب التحقيقات من اول وجديد. طب ما تيجي نقول كده ان اللعبه خلاص بقى على المكشوف، مين اللي عايز الحق؟ والسؤال اللي بيطرح نفسه اللي دايما بسأله لكل المتابعين الأذكياء اللي بيتابعوا قضية الدكتور أسامة صبور، الفلوس اللي بتدفع دلوقتي للمحامين مين اللي بيدفعها؟ طب والفلوس اللي برضه بتدفع في حتة تانية كتير مين برضه اللي مسؤول عنها؟ ومين برضه اللي بيدفعها وليه؟ ليه مصرين تهدروا حق المغدور أسامة صبور رحمة الله عليه؟ طب الناس كلها تعرف ان أجر الطبيب رحمة الله عليه أسامة صبور قبل ما يتوفى رحمة الله عليه في مستشفى معهد ناصر كان كام؟ كان 4000 جنيه، علشان الناس اللي بتقول ان هو بيتاجر في العملة. قبل ما نتكلم مع حضراتكم في اي شيء، وانا اسف جدا ان انا طولت على حضراتكم في المقدمة، يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نبدأ الكلام. خلونا بس في البداية نحكي لكم قصة المشهد دلوقتي اللي ماشي عليه قضية الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا جلسة يوم 2/10 بإذن الله، ونتوقع فيها إن شاء الله أحكام على الثلاث متهمين. بس النقطة بقى المهمة هنا، السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم دايما وبنقول إن هي سلاح ذو حدين، وإن احنا دايما لازم نستغل السلاح ده الاستغلال الأمثل عشان نرجع بيه حق المغدورين وحق المظلومين. ولكن اللي أنا شايفه والرؤية اللي أنا شايفها دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي إن كل اللي بيحصل ده ما هو إلا تشتيت لعقول الناس. وأنا هنا كلامي معناه إن الناس كلها اللي بتطلع بغرض إن هي تفهم الناس القضية وصلت لفين، وإن هم يبدأوا يقولوا إن في طرف رابع أو إن هو في طرف خامس في القضية، ويحاولوا تشتيت أو تغيير وجهة النظر للناس في القضية دي. ده ملوش غير معنى واحد بس، هو إن أنت واقف في طريق الباطل ضد طريق الصواب، وهو طريق الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه. طب انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ هقول لحضرتك. دلوقتي احنا بصدد قضيه مطروحه امام المحاكم الجنائيه المصريه، وفي دفاع بحق مدني وفي دفاع عن المتهمين الثلاثه، وحصل تحقيقات وحصل تحريات
وحصل او صدر تقرير الطب الشرعي. اذا انا النهارده لما اجي اطلع اتكلم مع الناس، اتكلم بموجب تحقيقات او اتكلم بموجب اوراق رسميه وافهم الناس ايه هو اللي مكتوب وايه اللي حصل بالظبط. واعتقد ان الناس كلها شافت المشهد كله. يمكن انا اتكلمت مع حضراتكم تقريبا من حوالي اسبوع وكنت بتكلم عن قصه الدكتور رائد وهل هو فعلا مشتبه فيه ولا لا. ولكن لما رجعت تاني لاوراق القضيه وبدات ان انا احقق في الاستجواب اللي حصل مع الدكتور رائد، اكتشفت ان النيابه العامه الموقره لو كان عندها ادنى شك ان الدكتور رائد متورط في القضيه هيتم التحفظ عليه فورا، لان القضيه زي ما حضراتكم عارفين قضيه راي عام. سيبوكوا بقى من موضوع المكالمات وان المكالمات مش متسجله وان التليفونات ما بتمسحش الرسائل وان كل الكلام ده كلام مرسل منه والكلام اللي احنا بنقوله اللي منتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. هرجع تاني واقول ان النيابه العامه الموقره هي الوحيده اللي ليها الحق الاصيل للدفاع عن المغدور اسامه صبور رحمه الله عليه. خلصنا بقى من الدكتور رائد، نخش بقى على الدكتور دعبس. وان اثبتت التحريات الاوليه للمباحث اثناء تقديم البلاغ او بعد تقديم البلاغ تقريبا بحوالي 10 ايام ان الدكتور احمد دعبس كان متواجد مع المتهم احمد شحته في الحيز او النطاق الجغرافي اللي كان قريب من عياده الدكتور احمد شحته. ومن هنا بدأ كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والناس اللي بيقولوا ان هم قمة وقامة في المجال بتاعهم بيتكلموا وبيقولوا ان في تورط للدكتور احمد دعبس عشان كان متواجد مع احمد شحته، على الرغم ان بعد تقديم البلاغ بحوالي 10 ايام تقريبا ما كانش لسه تم القبض على احمد شحته وما كانش معروف لسه ان هو اصلا متهم في القضيه. فلما نقول تواجد الدكتور دعبس مع احمد شحته حتى لو في نطاق الحيز الجغرافي زي ما بيقال ده ما يدينوش، لان لسه احمد شحته ما كانش في التوقيت ده متهم اساسا. فبلاش بقى نهري كتير ونقعد نحكي كتير ونتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي ونشتت افكار وعقول الناس ونقعد نقول ان في طرف رابع وان في طرف خامس ونقعد بقى نشتغل مكان النيابه العامه الموقره ومكان المحكمه اللي بالمناسبه اوراق القضيه كله باعترافات المتهمين حاليا امام القضاء المصري اللي كلنا على يقين وعندنا ثقه في قضائنا المصري اللي دايما بيسطر حروف من ذهب في سجلاته. نيجي بقى فيما يخص جزئيه تانية بخصوص جثمان الطبيب اسامه صبور اللي بعد استخراج الجثمان من الحفره دي وبعد الفحص وكشف الاطباء الشرعيين عليها طالعين النهارده يقولوا ان في استبدال لجثمان الشهيد الدكتور اسامه وان في بعض الندبات اللي ما كانتش مذكوره في تقرير الطب الشرعي وان هي مخالفه مش مطابقه لتقرير الطب الشرعي. ومن هنا بقى يقول لك لا احنا عايزين بقى لجنه ثلاثيه او لجنه خماسيه من الاطباء الشرعيين تفحص الجثمان تاني ويعيد تشريحه ونخش في قصه تانيه خالص. وكل ده طبعا لصالح مين؟ كل ده لصالح المتهمين والدفاع عنهم. يا ريت نركز ونقول كلمه ايجابيه ونحاول ان احنا نوضح الحقائق للناس لو عندنا معلومه صحيحه، ولو ما عندناش معلومه نسكت ونلتزم الصمت علشان ما يضيعش حق الدكتور اسامه رحمه الله عليه. وفي النهايه يا ريت لو المحتوى بتاعي عجبكم ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لكم مننا كل جديد. كان مع حضراتكم اخوكم محمد عوض.